قصة الأصمعي والفتى العاشق، والتي تحكي عن فتى وقع في حب فتاة كانت تبادله أحاديث الحب والهوى، وفجأة انقطعت أخبارها ولم يلتقي بها مرة أخرى. ساء حال الفتى لانقطاع الوصل مع الحبيبة، وظل الشاب حائرا مدة من الزمن. وفي أثناء تجواله في صحراء البادية وجد حجرا فكتب عليه: ألا يا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى ماذا يصنع؟ كتب الفتى بيته الشعري مناشدا أهل الهوى والعشق أن يعطوه الخبرة والنصيحة، وذهب. ومر الأصمعي فوجد هذا الحجر وقرأ ما كتب عليه، وكتب عليه ردا يقول: يداري هواه ويكتم سره، ثم يصبر في الأمور ويخشع. جاء الفتى في اليوم الذي يليه وقرأ الرد على استفساره، فكتب: كيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. جاء الأصمعي فقرأ ما كتبه الفتى فرد عليه: إذا لم يجد بدا لكتمان سره، فليس له شيء سوى الموت أنفع. جاء الفتى في اليوم الذي يليه فقرأ رد الأصمعي فكتب هو أيضا: سمعنا وأطعنا فمتنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. كتب الفتى هذين البيتين وقتل نفسه، فكتب الأصمعي هذا البيت ردا عليه: نعيما لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع، ومن الحب ما قتل.